الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن انفصالها عن المدرب طارق سكيتيوي بالتراضي، وهناك أخبار تقول على أن طارق سكيتيوي سيدرب المنتخب العماني. من المؤسف ومن المحزن أن نرى أطر مغربية كطارق سكيتيوي يرحل عن المنتخبات المغربية، مع العلم طارق سكيتيوي كان الأحق أن يقود المنتخب المغربي الأول، ولا كذلك مستر وهبي. يعني مستر وهبي جاب لنا كأس العالم للشباب الأقل من 20 سنة. طارق سكيتيوي كذلك وصلنا للمركز الثالث في الأولمبيات، جاب لك كأس العرب، كأس إفريقيا للمحليين. وبالتالي لا طارق سكيتيوي ولا مستر وهبي كنت كنتمنى أنني نشوفهم بجوج كيشتغلوا ويقودوا المنتخب المغربي الأول في كأس العالم ولا في باقي التظاهرات، لأنهم يستحقون بطبيعة الحال أن يشتغلون مع بعض، وعندهم كفاءة، عندهم خبرة، وعندهم كل الإمكانيات باش يقودوا المنتخب المغربي. ولكن ما كان يحزنني أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت تحاول مع مدربين أجانب، وخلات مستر وهبي وطارق سكيتيوي هما الخيار الأخير للمنتخب المغربي. مع العلم يعني طارق سكيتيوي ولا مستر وهبي أفضل من المدربين اللي كنا كنحاولوا معهم أنهم يقودوا المنتخب المغربي، مثلا كتشافي هرنانديز. يعني على أي أساس مثلا كانت الجامعة المغربية تحاول مع تشافي هرنانديز لقيادة المنتخب المغربي؟ يعني تشافي هرنانديز كان يدرب السد القطري، ومن بعد السد القطري ذهب إلى برشلونة ففشل مع برشلونة. والآن يعني ما هي إنجازات تشافي هرنانديز لنحاول معه أن يقود المنتخب المغربي؟ هل يقارن تشافي هرنانديز مع طارق سكيتيوي ولا مستر وهبي؟ يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختياراتها للمدربين يعني عشوائية، ما عرفتش. يعني هناك أخبار كانت تقول على أن طارق سكيتيوي كان غير مرحب به لقيادة المنتخب المغربي الأول، لأن هناك عناصر يقولون وكلاء الأعمال للاعبين هم من يتدخلون في اختيارات المدربين، لأن طارق سكيتيوي لن يخدم مصالحهم، وبالتالي كانوا يحاربونه. والآن يعني نرى أن طارق سكيتيوي يودع المنتخبات المغربية يعني